بعد الاكله دي مش هتفكري تعملي غيرها تاني. اكله التوفير، صينيه التوفير اوفر من البيض والجبنه. معايا نص كيلو من صدور الفراخ المفرومه، ومعايا قطعه من الدهن، ومعايا بصلايه مفرومه، ومعايا كمان قرن فلفل حلو احمر، يعني فلفل متوفر عندك فلفل الوان حطي، مش متواجد عندك ما تحطيش. كام قرن فلفل كده، وجزرايه مبشوره واحده، وبطاطسيه برضك مبشوره. اهم حاجه ان انت تصفي الجزر والبصل، الجزر والبصل والبطاطس من الميه بتاعتهم، تشيلي اي سوائل فيهم كده، تحاولي ان انت تصفيهم كويس جدا. بعد كده بنزل بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه من الكمون، معلقه من البابريكا، معلقه كبيره من الملح، او الملح حسب الاختيار وحسب الحدق اللي انت عايزاه. بنزل هنا بنص معلقه من الجنزبيل، وبهارات فراخ لو عندك، وفص من التوم. واحاول طبعا ان انا اعجنها كويس جدا مع بعض. طبعا لو حسيتي ان هي طريه معاها وما حاولتيش ان انت تصفي الميه قوي، او حسيتي ان هي لسه طريه معاكي، بتنزلي بمعلقتين من البقسماط. بقلبهم كده كويس جدا مع بعض بقى، ونركنها ونشوف الخطوه اللي بعد كده. بصي يا ست الحبايب، معايا هنا معلقتين من صلصه الطماطم، حاطه طبعا عليهم زيت. وبحاول ان انا ادهن الصاج او الصينيه اللي انا هفرد فيها الكفته بتاعتنا. بنزل بالخليط الكفته بتاعنا كده، واحاول طبعا ان انا افرده. لو انت عايزه سمك الصباع تخين، ما يعني القطعه تخينه، بتصغري الصاج بتاعك وتحاولي ان انت ايه، تحطي في صاج اصغر من كده. انما انا حابه ان القطعه بتاعتي تبقى يعني حلوه ومظبوطه، انا مش عايزاها سمكها تخين قوي، علشان طبعا تبقى تاخد معانا سوا كده وتلاقيها مقرمشه معاكي. طبعا بعد ما بفردها في قلب الصاج بتاعنا، بحاول كده ان انا اقطعها بالشكل دوت. وبعد كده بندخلها الفرن لمدة 10 دقايق. اول ما بتحس ان هي الاحراف بتاعتها استوت، بتشغلي عليها الشواية علشان تاخد لون من فوق. طبعا انا بقطعها الاول بالطول، بعد كده برجع اقطعها بالعرض. وطبعا التشكيل ده يرجع لك. طبعا شايفة مطلعة معانا كمية ما شاء الله، كمية كبيرة. وكمان دي بقت صلصة الطماطم اللي كانت معانا. بحاول ادهن الوش بتاعها طبعا علشان الكفتة بتاعتنا او الصينية بتاعتنا بجد صينية موفرة، تنفع للانش بوكس، تنفع للمدارس بجد. لو عندك اطفال ما بيحبوش الفراخ، بعد الطريقة دي اكيد بصي هيعشقوها، لان طعمها حلو جدا. ويعني رهيبة بمعنى اصح. انا قدمتها جنب سلطة خضار وجنب بطاطس محمرة، ومفيش ألذ من كده وجبة. لو عجبك الفيديو شير ولايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكل جديد.